السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانا بكلمكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ايه، بسيسه كده بالدقيق الذره، بس انا حاطه عليها نص كوبايه دقيق ابيض. يعني دي المكونات بتاعتنا 3 كوبايات دقيق ذره. بس انا ما لقيتش بقى بصراحه الدقيق ذره كله، فكملت ايه 2.5 دقيق اصفر ونص ابيض. هنعملها ان شاء الله النهارده بالعسل. ومعانا اهو 3 بيضات و3 معالق سكر ورشة الفانيليا. هضربهم وارجع لكم تاني. ضربنا المكونات يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى نص كوباية زيت مع بعض ونحطها ونضربهم برضو. معانا بقى كوباية العسل اهي برضو اهي، بس انا نقصتها شوية عشان 3 معالق سكر بالشكل ده. اي حاجة بقى بتضربيها تقعدي كده يعني من دقيقة لدقيقتين تضربي حلو في الخلاط كده. رجعت لكم بعد ما خلصنا الخليط اهو زي ما انتم شايفين. هنحطه بقى على الدقيق اهو معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لسه ما حطيناش اللبن، حطيتيه اهو. تقلبي بقى في اتجاه واحد كده، لسه اللبن بقى. وتحطي ذرة ملح كمان مع البيض وانت بتعمليه في الخلاط. شايفين كده؟ ده بس العسل بالزيت بالبيض بالفانيليا بشعرة الملح كده. لسه بس هنحط اللبن بس، كوباية لبن برضو. الكوباية اللي بتعايري بيها تعملي بيها زي ما انتوا شايفين في اتجاه واحد بس كده. كده بقى اللبن اهو. متحطيش كل الكوبايه، هنحط شويه بشويه كده. نص كوبايه اهو. هنقلب برضو ما يحتاج نحط كده. حطينا نص كوبايه نفس الاتجاه، ما تغيريش نفس الاتجاه اللي انت حاطه عليه. لما يتجانس معاكي خالص كده ما تخافيش. كده هنبتدي بقى نحط تاني بقى شويه بشويه بالتدريج كده ونقلب كده اهو. حطيت بقيت الكوبايه خالص، يعني كده كوبايه لبن في اتجاه واحد. اوعي تعملي عكس الاتجاه، انا بقول لك اهو. حماتي الله يرحمها بقى اللي كانت معلماني البسيسه بالعسل دي، جميله اهو. اهو زي ما انتوا شايفين السمك اهو. هجيب الصينيه بقى اصبها قدامكم كده. معانا صينيه دهنينها زيت ومبطنينها. نبتدي بقى ننزل بالخليط اللي احنا عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده صفيناها اهو، حطيناها يعني. تخبطيها بقى كده على الرخامه خبطتين كده اهو. هتسويها ازاي بقى دلوقتي؟ هتحطيها في الرف الاوسط على 180. كنت انا مولعه الفرن وانا بعملها معاكم، يعني قبلها ب10 5 دقايق كده. اول ما تحطيها نص ساعه ما تفتحيش خالص وتبصي عليها بس من الازاز. يعني انا بسيبها حوالي مثلا اول حاجه كده تلت ساعه ربع ساعه، وهدي النار حاجه في حاجه على لما الاقي الجناب بتاعتها احمرت، لغايه ما بوطي عليها خالص. وفي الاخر لو وشها احمر كان بيها، ما احمرش بفتح الشوايه. هحطها دلوقتي الفرن وارجع اوريها لكم في التقديم ان شاء الله. رجعت لكم يا حبايبي بعد ما طلعتها من الفرن. خدت حوالي 40 دقيقه. يعني هي بتقعد مثلا من نص ساعه، من اول نص ساعه كده تبتدي بقى تشوفيها. بس ما تفتحيش ما تطلعهاش خالص، يعني بختبرها بخلة السنان زي انتوا شايفينها كده. ما تفتحيش قبل نص ساعه زي ما انا بقولك. يعني ممكن اسيبها كمان ازيد من نص ساعه عشان افتح عليها. اول ما بتيجي نص ساعه والاقيها احمرت من الجناب كده، من 180 ببتدي اهدي النار على 150. يعني مش لازم اسيبها طول فتره الساعه الا تلت او ساعه الا ربع النار حاميه. فبتهدي النار حاجه في حاجه. انا بقول لكم بس على طريقه التسويه. شايفين اللهم صل على النبي جميله ازاي وحلوه ازاي. مطرح ما كنت بختبرها اهي. مادام حطيت الخله وما طلعش فيها عجين تبقى هي استوت. بس زياده توكيد يعني انا سبتها 5 دقايق على نار هاديه برضو، ولقيت وشها جميل كده من غير شوايه ولا اي حاجه.
اعذروني بس في التصوير، والله ان حسيت وانا بتفرج على المقاطع اللي فاتت ان الصور جايه في جنبي كده. ما كنتش يعني ظابطه الاضاءه كويس، وكنت بطبخ بقى ومستعجله وبعمل دي جنب منها. شايفين الحلاوه بقى، اللهم صل على النبي. بس اعملوها زي ما انا قلت لكم بالخطوات كده، وهقطعها دلوقتي وهوريها لكم. يعني درجة الحرارة 180 رف أوسط. أول ما بتيجي عند يعني بسيبها حوالي تلت ساعة كده، نص ساعة ولا حاجة، ببتدي بقى أشوفها من الإزاز وأوطي النار. أهم حاجة معلش التسوية بقول لكم عليها، بوطي النار أول ما الحروف تبتدي إيه تحمر كده، انسيها خالص. بس تخليكي عارفة انت حطيتيها امتى يعني الساعة كام، عشان تعرفي النص ساعة بعد قد ايه. بعد كده بتوطي النار. شايفين بقى ما احتاجتش شوايه ولا حاجه. هنقطعها بقى ونشوف الجمال بقى. الكيكه بالعسل الاسود دي طريقه حماتي الله يرحمها. نسمي بالله كده ونبتدي بقى نقطعها التقطيعه طبعا اللي انت عايزاها. مفيش فايده فيها، مش بعرف اظبط الكاميرا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. التقطيعه طبعا اللي انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لك كمان، اول ما تطفي عليها ما تطلعهاش على طول، يعني سيبيها في الفرن برضو، بس تفتحي الايه الباب شويه. قطعناها يا حبايبي بالجمال اهي. هبتدي اوريكم بقى قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان انا بطلع من الوسط. شايفين الجمال اهي. شايفين، اللهم صل على النبي اهو. بس عشان طبعا كيكه الذره. الله يا حبايبي، يا رب تعجبكم. شايفين التسويه جميله اهي. يلا بقى ما تنسونيش باللايك الحلو، اللي ما عملش اشتراك يشترك اهي. هشه وجميله. شايفين التسويه. يلا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك الجميل وفي الاشتراك اللي ما اشتركش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.